السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفه كلنا بنحبها وخصوصا الاطفال. هنعملها بمقادير وطريقه مظبوطه جدا جدا. هنعمل النهارده تشيكن ستريبس حلو قوي، والاطفال بيحبوه جدا والكبار كمان بيحبوه. تعالوا بقى معايا كده نبتدي الخطوات مظبوطه مع بعض ونسمي الله ونبدأ. اول حاجة كده انا معايا كيلو ونص صدور فراخ مقطعاها شرايح متوسطة، يعني ما ترفعهاش قوي، يعني ولا تبقى رفيعة ولا تبقى تخينة، يعني تبقى متوسطة. غسلتها بالملح ومية وليمون وخل وبقت نضيفة وزي الفل. ومعايا هنا البهارات بتاعتي، معايا توم باودر، بصل باودر، ومعايا زعتر، ومعايا فلفل اسود، ومعايا بهارات فراخ وملح وكمون مطحون. بصوا قطعة الستريبس بتبقى كده، الحجم ده كده اهو. بصوا مغسولة وزي الفل ونضيفة وانا مقطعاها، انا جايباها من عند بتاع الفراخ ومقطعاها وغسلاها ومنضفاها. ومعايا بقى السر الرهيب السيفن اب، انا هوريكم بقى النهاردة هنعمل بيه ايه. اهو معايا بابريكا وزعتر وفلفل اسود وملح وكمون وبهارات فراخ. بهارات الفراخ طبعا عليها ورق لورا وحبهان، وطبعا انا هكتب لكم كل البهارات ديت في صندوق الوصف. ومعايا ليمون. انا معايا طبقين عشان هوريكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. مجهزه هنا نفس البهارات اللي في الطبق ده، هي نفس البهارات اللي في الطبق التاني. جبت كده بولة كبيرة، هنزل بكل البهارات بتاعتي في البولة. اهم حاجة البهارات ديت هي اللي بتدي الطعم اللي هو زي بتاع المطاعم بالظبط. يعني اكنها احسن من الجاهزة كمان. هبتدي اعصر هنا الليمونتين. يعني هنا البهارات اقولها معاكم كمان مرة. معايا بابريكا ومعايا فلفل اسود ومعايا ملح ومعايا كمون مطحون ومعايا توم باودر وبصل باودر وزعتر. ولو حابة تحطي جنزبيل برضو حطي، مفيش مشكلة. يعني وبهارات الفراخ برضو زي ما انتوا عارفين، انا على طول بطحن عليها ورق لورا وحبهان مطحون، بتخلي طعم الاكل جميل جدا. كده انا عصرت اهوت الليمون، وهبتدي بقى اقلب كل الخلطة دي كده بالبهارات بالليمون معايا. وهنزل بقى، بصوا بقى السيفن النهاردة يعني بصوا ده السر بقى اللي هو بيفرق جدا جدا 180 درجة في الطعم. هحط كده بتاع حوالي فنجان قهوة بالظبط. هبتدي اقلب، متحطيش ازيد من كده. كده انا بصوا بتقلبوا البهارات كلها مع السفن. وبعدين هنزل بقى بالفراخ اللي معايا، اللي هي صدور الفانيليا المتقطعة. بصوا التتبيلة دي ريحتها تحفة جميلة جدا، والبهارات مخليها ريحتها حلوة، او حتى هي قبل ما تتقلي او تتعمل هي ريحتها جميلة جدا. هي دي يا بنات او يعني بصوا البهارات هي بالظبط البهارات دي اللي بتتعمل في المطاعم. ما تغيروش وما تزودوش عن كده. هبتدي بقى احطها كلها اهيت واقلبها كلها في التتبيله كويس. لازم تتشرب من التتبيله كويس. طبعا هي يعني من الاحسن تقعد يعني يوم بحاله في التتبيله. اقل حاجه نسيبها في التتبيله بتاع 3 ساعات، والافضل طبعا لو سيبناها يوم بحاله. بس انا عشان مستعجله عليها فهسيبها حوالي 3 ساعات. هحطها في التلاجة وبعد كده هنعملها مع بعض. كده اهيت. ونسيت احط برضو ديت الماجي فوري اهيت. بصوا قلبيها برضو كده مع التتبيلة، بتفرق جدا في الطعم. هبتدي بقى هروح احطها في التلاجة، هقعدها حوالي 3 ساعات بالظبط.
كده انا طلعتها كده خلاص، قعدت 3 ساعات. هنا انا معايا بقى 3 كوبايات دقيق انا حطاهم هنا. وهنزل بقى الطبق التاني بتاع البهارات، نفس البهارات اللي حطيتها على صدور الفراخ هنزل بيها هنا على الدقيق. هقلب كله كده مع بعضه. شايفين شكل البهارات مع الدقيق؟ شكلها بصوا جميل جدا. بصوا بقى انا كمان حطيت اللي هي اللي مرقة الدجاج اللي هي الفورية برضو على الدقيق. بصوا بقى، ركزوا بقى معايا في الخطوة اللي هنعملها دي مع بعض، عشان اسرار دي الخطوة اللي اسرار المطاعم بيخبوها علينا. اصحاب المطاعم بيخبوها علينا. الخطوة دي مهمة جدا وهتفرق معاكي جدا في الطعم، قصدي، وجربوها على ضمانتي، حلوة قوي. هحط هنا يعني بتاع 4 معالق كده دقيق في البولة ديت. بعد ما قلبنا بقى البهارات بكل حاجة هنقص هنا شوية دقيق. بصوا بقى، هي التكاية اللي بقولكوا عليها، هو السر في 7 اب. جميل جدا جدا وجربيه على ضمانتي. بصوا بيفرق في الطعم 180 درجة. هبتدي بقى اقلب كله كده مع بعضه لما يبقى مثلا خليط كريمي كده. اهو بصوا بتقلبيه كله اهو. ايوه لحد ما ده انا ده يعني السمك اللي انا عايزاه، القوام يعني اللي انا عايزاه. هنعمله مع بعض. بصوا بطريقة سهلة جدا، ولا بيض ولا حطيت عليه بيض ولا لبن ولا اي حاجة. الطريقة دي جميلة جدا، وعلى طول لما تعمليها اولادك هيحبوها، وانتي اصلا لما تعمليها مش هتبطلي تعمليها على طول. هبتدي بقى انزل كده بالصدور الفراخ معايا كده في الخليط اللي انا عملته، وانزل بيه بعد كده على الدقيق بالبهارات اللي انا عملته معاكم اهو. اللي تعمليه تحطيه في العلبة اللي هي فيها الدقيق بالبهارات. انا طبعا بكون مجهزة زيت. الزيت بيكون يعني ايه متوسط الحرارة، ما تكونيش معلية عليه قوي، يعني يكون هو سخن بس برضو ما تكونيش معلية عليه قوي، يعني يكون متوسط الحرارة. هبتدي بقى كده انزل بكل يعني الفراخ اللي معايا كده في الخليط. بصوا بقى انا هعمل ايه. هقفل كده العلبة وهبتدي بقى ارج كل عشان يدينا بقى اللي هو الشكل بقى اللي هو القشرة الخارجية اللي بتبقى كده كريسبي كده وشكلها جميل جدا اهو. حطيها في اي علبة عندك كده محكمة واقفليها حلو ورجيها جامد. بصوا بقى شكلها يطلع عامل ازاي اهو. بصوا بقى اللي هي التعريجة دي اللي هي التمويجة دي اللي احنا عايزينها اهي. شايفين كده؟ انا الزيت بتاعي خلاص سخن اهو. هنزل بقى كده باللي هو التشيكن ستريبس كده اللي انا عملته.
زي ما اتفقنا الزيت يبقى متوسط الحرارة عشان ما تتحرقش منك، عشان تاخد اللون اللي هو الذهبي اللي احنا بنشوفه في المطاعم، وتبقى مستوية كده وحلوة من جوه. طبعا احنا مش هنمد ايدينا خالص عليها الا لما يعدي عليها حوالي دقيقة ونص. اول ما نحس انها خدت اللون الذهبي وتبقى كريسبي كده نبتدي نقلبها علشان القشرة ما تقعش من عليها. اهو بصوا كده بقى انا ابتديت اقلبها. شايفين الجمال؟ شكلها تحفة، وريحتها كانت ريحتها خطيرة جدا وطعمها اجمل. كده انا لسه برضو هسيبها شوية عشان تاخد اللون اللي انا عايزاه. اهو بصوا بوريها لكم، شوفوا جميلة ازاي وكريسبي بصوا احلى والله وانضف من المطاعم. اهو كده بقى اللون اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اطلعها اهي، شايفين؟ تحفة. وكفاية النظافة اللي وانتي عاملة الحاجة في البيت ومأكلة ولادك، حاجة كده انتي ضمناها حلوة قوي. كده بقى بصوا شايفين؟ انا قدمتها مع، ممكن تقدميها مع يعني كاتشب او عيش فينو كايزر، وممكن برضو تقدموها مع رز ريزو زي ما تحبوا. الوصفة جميلة جدا، تستحق والله التجربة بجد، على ضمانتي. جربوها واكتبولي في التعليقات، هتعجبكم جدا جدا وهتشكروني والله، مش شكر في نفسي، لا والله هتعجبكم جدا. بصوا بقى دلوقتي انا يعني هفتح معاكم كده قطعة وهدوقها عشان تشوفوها وهي مستوية وجميلة كده ازاي من جوه. اهو انا ساعتها عملتها، كنت جايبه عيش كايزر بقى وكده، وعملت لولادي بقى سندوتشات كانوا فرحانين بيها جدا. وريحتها بصوا كانت قلبة الدنيا، ريحتها جميلة جدا. اتمنى لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك، واللايك كده حلو للفيديو، واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. وشكرا لكم كده، ورب اكون خفيفة على قلبكم. مع السلامة.